السلام عليكم. رسالة لمحمود الخطيب. هو ليه احنا كمصريين بنقف لبعض على الوحدة؟ ليه بنتلكك لبعض؟ ليه ما بنسامحش بعض؟ حصل ان مدحت عبد الهادي قال لفظ عفوي وطلعت منه غصب عنه. عادي، ايه المشكلة يعني؟ ما نلتمس له العذر، ما نطنش، ما نعمل نمشي على مبدأ الصمت لغة العظماء. ليه احنا يعني نكبر الموضوع اللي هو اصلا مش كبير؟ طيب انت اذا كنت انت فاكر ان مثلا مدحت اخطأ، كابتن مدحت اخطأ، طب ما انت على النقيض تركي الشيخ قال عليكوا عصابة، انت عملت ايه؟ كان دورك ايه؟ انت مشيت بمبدأ الصمت لغة العظماء. امام عاشور اخطأ في حق جماهير الاهلي اللي انت المفروض انك زعلان عشانها، برضو ما نمشي على مبدأ الصمت لغة العظماء. اشمعنا مع مدحت عبد الهادي هنكبر دماغنا ولازم بقى نسأل ولازم ونعمل بلاغ للنائب العام؟ الموضوع مش مستاهل، البلد مش ناقصة، الدنيا يعني مكهربة. فياريت انك ترجع لصوابك وسيبك من موضوع البلاغات دي لان ملهاش اي لازمة. واحد اخطأ عادي، ربنا يسامحه خلاص، لكن ما نكبرش الموضوع ونعمل هالة ونعمل أزمة من غير أي لازمة. ثم أنت المفروض أن أنت راجل وطني يا محمود يا خطيب. الزمالك في مهمة قومية في بطولة أفريقيا، ما تشغلناش، حاول أنك ما تشغلناش، خلينا نفكر في فريقنا ونفرح بفريقنا. وأنت كراجل مصري المفروض أن أنت تدعم نادي الزمالك. يا سيدي انا ما بطلبش منك تدعم، بس سيب الزمالك في حاله، سيب لعيبه الزمالك في حالها، سيب نادي الزمالك في حاله. دوام الحال من المحال، ولو دايما ليك النهارده مش هتدوم ليك بكره.